ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو ده انا متحمسه جدا لانه مهم قوي 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 بالنسبه لي. آم، وكله كده بدايه الاحداث فهو مهم جدا يعني بالنسبه لي. وهيفيدكم جدا. خلاص. طيب، انا قلت لكم العنوان بتاعه من المره اللي فاتت، وهو كان عنوانه الخوف من السرطان. طبعا الكلمة دي كل انسان بيسمعها، انسان عنده رحمة يعني، بيسمعها بيحس كده كده اللي هو قلبه بيوجعه. سواء كان حد من قرايبه او اي حد، صحابه بتاع، او حد حتى من بعيد، آم، او حد ما يعرفوش اصلا، جاله الموضوع قلبه بيوجعه. وبيحس لما بيسمع الكلمة دي، بيحس ان الشخص ده، يعني هو للأسف حتى انا كنت بفكر التفكير ده. بنسمعها كلمة سرطان، حاسس ان الشخص ده وكأن خلاص انت بقالك قد ايه عايش معانا، او ده خلاص قرب يموت، ايوه ده هيعاني قوي، هيعاني في الباقي من حياته، وخلاص نهايته قربت. احنا دايما، بصوا انا صريحة معاكم قوي في الفيديو ده. ليه؟ انا عامة يعني هبقى بصوا شفافة جدا في كل كلمة. ليه؟ علشان اطلع لكم الصوت اللي كان جوايا. خلاص. فحقيقي احنا لما بنسمع الكلمة دي بس بنحس ان الشخص ده يا حرام، هو هيعيش قد ايه، هو يا حرام فاضله قد ايه. الفيديو ده احتمال اقطع منه حاجات علشان هو هيبقى طويل، فانا هحكي واللي هحس فيه جزء يعني زيادة شوية او مش هيفيدكوا قوي هقطعه. انا كنت متعمدة الفيديوز اللي قبل كده ان انا مكنتش بقطع حاجة خالص، كنت بنزله زي ما هو. بس ده احتمال تلاقوا فيه متقطع، فلو لقيته ده افهموا انا ليه قطعت، هتبقى حاجة زيادة مش هتفرق يعني، ملهاش لازمة. خلاص. طيب، اول حاجة انا عايزة اقول لكم بس حاجة الاول، وهي ان الانسان يبادر بالكشف لو حس ان هو عنده حاجة، او شاكك، او عنده عامل وراثي، او عنده حتى لو حد من قرايبه من بعيد قوي عنده الموضوع ده. يبادر بالكشف على طول، يحاول على قد ما يقدر كل مثلا 6 شهور كل سنة يروح يكشف ويطمن على نفسه. خلاص. ده الصح. كونك ان انت تبقى خايف او شاكك، تسيب بس مجرد شك في ذهنك، ده مش صح خالص. كل ما احنا بدرنا بالموضوع، كل ما انت اتفاديت حاجات كتير والام كتير يعني انت بعيد عنها. فالاحسن ان انت تبدر بالكشف. احنا بنسمع بادروا بالكشف بادروا بالكشف، ومكبرين دماغنا ولا بنكشف ولا بننيل. وللاسف معظم الناس بتبقى خايفة من نقطة اللي هو انا هروح اكشف فهلاقي مش عارفه ايه خليني كده. لا، كده كده يعني لو ربنا كاتب لك حاجه بتشوفها، فانت روح اكشف، او روح اكشفي يعني. وما تسيبيش فرصه ولا 1% ان ذهنك يفكر في حاجه تانية، لان انا وقعت في النقطه دي. خلاص. طيب ندخل بقى في الموضوع. اول حاجه انا رحت علشان كان عندي كده بوادر ان انا حاسه ان انا في حاجه غلط مش طبيعيه. ف انا بقى اتغاضيت ان انا كان عندي يعني مشكله ما من فتره، وما تابعتش بعد كده. ف وكبرت دماغي. جيت بعد كده لما حسيت بقى بالتعب، حسيت ان انا لا، انا خايفه اكشف. كل مره اجل شهر يجر شهر، وشهر يجر شهر، وشهر يجر شهر، لحد ما قعدت كذا مره ااجل، لحد ما الموضوع كبر معايا. ودي الكارثه بقى، زي ما قلت لكم ان انا الكانسر
كان حجمه كبير وتشعب، يعني بقى كذا جزء مش جزء واحد. ف... فدي كارثة، فاهمين؟ المهم انا رحت علشان اكشف، اعمل الاشعة و... ورحت وما اخدتش حد معايا غير زوجي. خلاص رحت وعملت الاشعة. وهنا بقى الكارثة، ان لما انا كنت في الغرفة لوحدي وانا بكشف مع الدكتورة، وللأسف عرفت لقيت وش الدكتورة اتغير وبقى قلب، بدل ما هو حد بيكشف عادي، قلب اللي هو حبيبتي وكده، كأن في ايه يعني، عارف انت الانسان الرحيم قوي. فانا حسيت ان هي ايه، كأنها اتوجعت او مش عارفة تعمل ايه، اتوترت. المهم فقالت لي بصي انا هكون صريحة معاكي، وانا مش بعمل كده، بس انا هكون صريحة معاكي تماما. انتي بنسبة 100% عندك كانسر، بنسبة 100%. ولازم اخد عينة دلوقتي علشان العينة دي تتحلل دلوقتي. ليه؟ الموضوع كبير مش صغير. ما كانش في الاول، او مثلا اللي هو هتعملي لسه تحاليل وبتاع عشان يبان، لا الموضوع كان سرح. فانا اخدت الصدمة منها. طبعا انا كنت في الاوضة معاها بس انا وهي والممرضة، كانش في حد معايا، وما رضيتش ان انا اخد اي حد معايا من مامتي. يا ماما الموضوع بسيط، ده انا هروح بس اطمن وبتاع، مع ان انا كنت حاسة، يعني سبحان الله كنت حاسة ان فيا حاجة مش مظبوطة. مهم لقيت الدكتورة زي ما بقولكوا كده وشها قلب، وبعدها قالت لي كده. انا عملت ايه بقى ساعتها؟ بلمت وما كنتش مستوعبة. ودي اول نقطة انا هتكلم فيها النهاردة في الفيديو. انا هتكلم النهاردة بالظبط في 3 نقط، وبعدين الخلاصة اللي هي النصيحة في الاخر. 3 نقط: ازاي الموضوع ده عدى عليا، ازاي الموضوع ده عدى على اهلي، ازاي الموضوع ده، ودي نقطة مش هطول فيها عشان كده واخدة الصباع صغير، عدى على الناس البعدة اللي هم الناس اللي وقعت، زي قلت لكم ان انا حطيتهم في فلتر كده، فالناس اللي وقعت مني. وبعدين الخلاصة بقى اللي هو النصيحة بجد من الموضوع ده. المهم هي قالت لي كده وطلعت بره لزوجي، يعني عشان تقوله ان احنا محتاجين ناخد عينة، وهتبقى لازم دلوقتي ناخد العينة، ولازم حالا تروح للمعمل عشان الموضوع يمشي بسرعة. ف عمل الاجراءات وبتاع، والعينة دي بتتاخد زي عملية صغيرة كده. انا ما اخدتش مني عينة واحدة، انا اخدتني مني 4 عينات. فالموضوع كان بشع. ودي كانت اول تركة ألم صعبة احسها لوحدي من غير اي حد. اللي فاهم العينة، يعني اللي بعد الشر يعني مر يعني بالموضوع ده، هيبقى فاهم يعني ايه تاخد عينة من غير بنج. كان بنج موضعي بس. اخدت العينة. انا من نوع مش بصوت ومش بتألم، مش ببين لحد ألمي، بكتم ألمي. فكنت كاتمة ألمي ودموعي نازلة بس من غير منطق بكلمة. وهي من كتر ما هي مصدومة من ردة فعلي ان انا مش بنطق، ساكتة بس، مدايرة وشي وبس ساكتة وهي بتاخد العينة. بقيت طالع عليها تقول لي انا على فكرة مش عايزة اعيط نهائي، لان انا عديت خلاص المرحلة دي، انا بتكلم وانا خلاص يعني خلاص الموضوع عدى، فبتكلم بجرأة علشان ابين لكم حاجات بعدين هقولها لكم يعني. بس لازم التفاصيل دي ان انا احكيها، انا ناويه ان انا احكي كل حاجه زي ما قلت لكم. الدكتوره من كتر ما انا صعبانه عليها بقت تقول لي يا حبيبتي انطقي، طب انتي كويسه يا حبيبتي، قولي لي طب انتي حاسه ايه يا حبيبتي.
من كتر ما انا ساكته مبلمه ومصدومه وساكته، وكل حاجه عدت مفيش دقيقتين في ان انا ها بسرعه بسرعه بسرعه، وخلاص انا دلوقتي محطوطه ان انا باخد عيان، فانا ساكته وخلاص محطوطه في الامر الواقع. فكانت ما كل الالم جوايا ودموعي نازله كده وانا ساكته تماما مش بنطق. اخدت 4 عينات بنفس المنظر، ما نطقتش بولا كلمه، لدرجه ان انا كنت حاسه قلبي هيقف من كتر كأن حد غزك بسكينه وانت ساكت، مش عارف تعمل ايه، فانت ساكت بقى خلاص بتتحمل الالم. يعني انا حسيت ده الوقت ده. المهم خلاص اخدت العينه، وهي الاخر وقت وهي بتاخد مني العينه، يا حبيبتي طب قوليلي انتي كويسه، يا حبيبتي انتي كويسه، انا اسفه ان انا بوجعك، طب قوليلي، طب اتألمي، طب عيطي، طب صوتي. الدكتوره كانت بتتحايل عليا ان انا اعمل كده وانا ساكته. خلصت واخدت العينه، وبعدين انا طلعت من عند الدكتوره، المفروض ان انا اطلب الاسانسير عشان انزل، لقيت نفسي بترعش وبصوت. ودي كانت اول مره احس بيها حاجه انا مش فاهماها، فكنت عماله اعيط واصوت اعيط واصوت مش فاهمه ايه اللي بيحصل لي. كتر الالم الالم اللي كان جوايا وانا ماسكه نفسي، ما صدقت مش عايزه اشوف حد، ما صدقت طلعت علشان انهارت وما كنتش قادره اتلم على اعصابي. وكل ده حصل لي كده في مفيش، عرفت وخدت العينه وبسرعه وخلاص الموضوع، مش مثلا اخدت فتره عشان اعرف ان لا، كل حاجه مفيش دقيقتين، وفجاه عينه حوالي نص ساعه مثلا، وطلعت اللي هو خلاص انت حطيت قدام الامر الواقع، انت فيك كذا. فانهارت لحد ما روحت البيت وانا منهاره، بس منهاره بعيط وبصوت ومش مصدقه. المهم انا طلعت البيت، دي كانت النقطة الاولى علشان اهلي بقى ردة فعلهم. انا طلعت مسكت نفسي تاني كأن مفيش حاجة، خلاص انا زي الفل، علشان انا عارفة مامتي قد ايه هتتوجع، سكت تاني، ومن هنا فضلت ساكتة. جا بقى الجزء التاني بقى، اهلي. مامتي طبعا عرفت، ردة فعلهم كانت توجع القلب، لا دي كانت تقطعه. شفت ماما منهارة وفي نفس الوقت عايزة تبقى جامدة، يعني هي مش عارفة تعمل ايه، خلاص هو الموضوع اتحط، فهي منهارة ونفس الوقت عايزة تبقى جامدة عشاني، فهي بتقويني ومش لاقية اللي اقويها، فاهمين؟ في نفس الوقت قرايبي بقى واهلي وبتاع، كل اللي يعرف، اخواتي جم على طول. زوجي كان واخد الموضوع بصدمة، وبعدين خلاص بقى هو الموضوع اتحط احنا فيه، فخلاص هو اخد طريق الاجراءات والكلام ده. النقطة ان الاهل اللي بيحبك، دي النقطة اللي انت تعرفها، الاهل اللي بيحبوك مصدومين ومنهارين، وفي نفس الوقت مش قادرين يداروا دموعهم، مش قادرين يداروا ومش عارفين يعملوا ايه، وفي نفس الوقت بيقويك. يعني انا كانوا بيقووني، انت قويه، انت كويسه، هما منهارين طب انتوا مبهدلين، مبهدلين نفسكم، وفي نفس انت قويه، انت جامده، انت هتعدي، تمام انا هعدي تمام، بس يعني انا بقيت انا بهديهم تقريبا. المهم مشينا بقى في الاجراءات بتاعت
الدكاترة بقى، وخلاص بقى دخلنا بقى في دكاترة الأورام ودكاترة الجراحة، ودخلنا بقى في السكة دي علشان أشوف الواي هتمشي ازاي. طبعا رحت لكذا دكتور، والحمد لله زوجي في الفترة دي هو شال عني كتير من الناحية بتاعة هو عارف دكاترة كتير والكلام ده، فلا احنا نشوف احسن حد واحنا نروح لاحسن حد. وشال عني جزء الدكاترة، وان انا افضي دماغي من ناحية الدكاترة خالص. اهلي بقى كان الدعم النفسي والدعم المعنوي، وان هم شالوني بصراحة فترة تعبي كلها. بقى عندي متقسمة، ده جزء الكذا وده جزء الكذا. بس انا هرجع لكم تاني بقى لنفسي. كنت حاسة ان انا ساعتها تايهة ومش عارفة هو انا حياتي هتبقى ازاي، ابني هيعمل ايه من غيري. وده النقطة اللي بقولكوا عليها، ان الخوف من السرطان بقى بدل ما انت بتخاف على الناس اللي بره او بتسمع الحاجة ان الحاجة الوحشة قوي دي لناس بره، بقت بتسمعها على نفسك. فانت اللي بقت فيك الحاجة الوحشة بقى دي، فالموضوع بيبقى مش صعب، هو بيبقى بشع حرفيا بمعنى الكلمة، بيبقى بشع. علشان انا اخدت الكلمة زي ما انا عارفاها كده عليا بقى، فانا يعني السكوت والصدمة عشان انا عارفة ان الحاجة دي بشعة قوي، فالحاجة دي فيا. فاهمين قصدي؟ كتمت تاني وبقيت اسمع كلامهم من ناحية انتي جامدة، انتي قوية. ممكن يعيطوا برا وينهاروا برا، بس ما بينلوليش، يعني ما يبينليش اي حاجة، غير حاجات ايه بقى اللي زي ما بقول لكم، دعم. انت قويه، انت جامده، انت زي الفل، انت هتبقي كويسه. بصي في حالات هيبقى خلاص ربنا شفاها، بصي بقى في فلان زي الفل، بصي ده كذا عنده كذا، ويجيبوا لي بقى ناس قد ايه اتعافت، وناس بقت زي الفل، وناس بعدين، وناس قويه جدا، وناس حصل لها مش عارفه ايه وبقت ازاي، كده 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 كده. كان كل اللي هممهم ان انا ابقى قويه، وان انا منهارش، وان انا نفسيتي تبقى كويسه، وان انا اعدي بالنقطه دي. فده الدعم اللي بجد ان انا ما كنتش هلاقيه، كانت دماغي هتسوحني. في نفس الوقت كل ده مهم طبعا، هقول لكم نصيحه بس في الاخر مش دلوقتي. في نفس الوقت انت بتقرا الوشوش ما بين الناس، زي ما بقول لكم، الناس اللي فعلا سمعت الخبر وسندتك، وقفت جنبك ودعمتك نفسيا وخافت عليك واتوجعت عليك وكده، وما بين اللي سمعه وحسسك ان ده دور برد، يعني يا عم ده. ودي الناس اللي مش انسانة، والله مش يعني انا مش عايزاكم تفهموني غلط، بس الناس دي فعلا مش انسان، يعني مش ما فيهوش صفات الانسان. يعني مفيش انسان طبيعي هيبقى سامع ان شخص مثلا انا بحبه كويس معاه وزي الفل وبتاع، وهسمع عنه ان هو كده، وما بقاش جنبه، ما بقاش في ظهره، ما بقاش حاسس بيه، ما بقاش بسأل عليه، ما بقاش موجوع عليه. فصفة الرحمة انا شفتها قدامي ما بين الناس من هنا بقى. زي ما بقولكوا في ناس سمعت الكلمة حسستني ان هو دور برد، تبقي كويسة والله، تبقي زي الفل ان شاء الله، وما سألوش تاني. ومنهم صحابي ومنهم اهل
انا لحد دلوقتي في ناس كتير. طب هقول لكم على حاجه كمان، في ناس من قرايبي ودي الكارثه، في ناس من قرايبي هم سمعوا الخبر بعدوا وحياة ربنا، وكأن الموضوع ماضي. هم بعدوا، الناس دي كانت معانا، يعني كانت معانا، كانوا قاعدين معانا، والله بعدوا، معرفش، حسسوني ان الموضوع ماضي. يا جماعه ده مش ماضي، بس يعني بقول لكم الإنسانية والرحمة مش موجودة في كل البشر. سبحان الله، يعني دي نعمة ربنا بيكرم بيها البني آدم اللي قريب منه بس. حتى لو الإنسان ده كان بيصلي وبيصوم وبيعمل كل الحاجات اللي تبين ان هو شخص قريب من ربنا، بس والله ما قريبين. زي ما بقول لكم صفة الرحمة والإنسان مش موجودة في أي حد. دي نعمة، الحمد لله الحمد لله يعني. ف... فزي ما بقول لكم كده، انا لما اخدت الصدمه خدتها ازاي، اهلي اخدوها ازاي، حبايبي ك كامي وزوجي وابني واهلي واخواتي والناس دي واهل من اهلي. يعني انا ما كنتش والله العظيم متخيله ان هم هيقفوا كده معايا وهيتوجعوا عليا كده، لان هم اهلي من بعيد شويه. اتوجعوا عليا وبقوا مقهورين قهرة، وبقوا لا يعني انا حطيتهم في ترتيب تاني خالص غير الاول. وناس تانية اللي هم البعدة نسميهم، دول سواء كان بقى كتلة كده ناس صحاب واهل وقرايب وبتاع، دول الله يصلح حالهم. بس ف بعد كده خدت بقى الواي بتاع الدكاترة وخلاص مشيت في العلاج. اثناء ما انا ماشية في العلاج يعني طول الطريق كانوا اهلي زي ما بقول لكم، انت جامدة، انت قوية، انت بتاع كلهم بنفس الطريقة. فانا انهارت وقت ما طلعت، كنت دي اللحظة الوحيدة اللي طلعت بس من عند الدكتورة وانهارت، بس ما انهارتش تاني خلاص. بقية الوقت انا ساكتة بسمع وبس خلاص، لحد ما جت لحظة. طبعا دكاترة بقى، دخلنا في دكاترة كتير ونروح نعيد الكشف مع كذا دكتور عشان نتأكد وبتاع وكده. لحد ما حسيت للحظات ان الموضوع من كتر ما هم عايزيني ابقى قوية بقى ايه. طبعا في حاجات كتير كانوا بيخبوها عليا ما كانوش بيقولوها لي، ودي حاجة غلط، دي حاجة غلط. انا دلوقتي بقول لكم دي حاجة غلط. ليه يا جماعة؟ لما يكون في حد عنده حاجة زي كده لازم يبقى على دراية كاملة بكل التفاصيل عشان ما يتصدمش اكتر من مرة. انا كل تفصيلة من كتر يعني انا كنت بعرف حاجة وبعرف ان انا عندي جزء حاجة معينة، بعدها امشي شوية مع اشوف اشعاع بالغلط، اشوف حاجة بالغلط، اشوف تحليل بالغلط، اتصدم تاني. يا جماعة ليه كتر الصدمات؟ ما هي كارثة. ما هو من الاول انا اعرف كل الحقيقة من الاول وخلاص، هو ربنا رايد لي بده، خلاص اتصدمت مرة وخلصنا. لكن انا كنت بتصدم على مراحل بقى، كل شوية اعرف حاجة جديدة فاتصدم تاني، فاعرف حاجة جديدة فاتصدم تاني. هما بالنسبة لهم كانت الحتة دي اللي هو مش عايزين يقولوا لي كل التفاصيل عشان خايفين عليا وخايفين يحصل لي حاجة، فمش هنقول لها كل التفاصيل، مش هنقول لها ايه اللي هيحصل معاها. لا، قولوا لي وعرفوني وانا اخد التجربة. خلاص كده كده انا دخلت فيها، فانا ابقى عارفة التفاصيل وابقى على دراية مرة واحدة بالحاجة وخلاص، هي صدمة مرة واحدة خلاص. فالحقيقة دي كانت نقطة غلط هما عملوها، يعني مش صح خالص ان انتوا تخبوا على مريض حاجة. الصح ان انتوا تقولوا له كل التفاصيل كاملة بكل حاجة.
وتهونوا عليه. كده كده في حاجة ربنا جميل قوي، ربنا جميل قوي بيعملها، اللي هي ايه؟ سبحان الله، لما بينزل عليك الابتلاء او بينزل عليك الابتلاء بأي نوع، مرض بقى، في حد، في كده، بينزل عليك الابتلاء برحمة منه وبلطف منه. يعني بتنزل عليك بلطف، تتوجع، بس بينزل معاها فعلا اللطف، الحمد لله. فالمهم ثواني بس، المشروب ده سحري، ده بابونج، ده المشروب السحري بتاعي من ساعة ما تعبت. انت من كتر ما انت بتقويني انا هيوصلني ان انت مش حاسس بيا، في شعرايه كده فرق. انا عارفه ان انت بتحبني، يعني انتوا بتحبوني، وان انتوا دعمني، وان انتوا عايزيني اقوى، وان انتوا مش بتبينوا لي قد ايه انتوا منهارين وبتاع. بس من كتر ما انتوا بتحسوا، يعني الشخص المريض او الشخص اللي فيه الحاجه دي، من كتر ما هو بيحس ليفل التقويه عالي قوي، بيحس ان اللحظات هما مش حاسين بيا، انا حاسه بايه. طب انا دلوقتي مش ده اللي انا بفكر فيه. فاهمين؟ بتتكلموا عادي وكأن في جزء هيتشال من جسمي، وبنقرر ان الجزء ده هيتشال قبل الكيماوي ولا بعد الكيماوي، وان الموضوع بيتقال بكل قوة كده، اللي هو في جسم، في جزء هيتشال، وفي وانتي، واحنا في قرار لازم ناخده، في صلابة قوي لدرجة ان من كتر الصلابة تحس ان بقى الموضوع ايه، انا محدش حاسس بيا. مش دي النقطة اللي انا فيها اصلا، يعني انا في نقطة تانية خالص، وهي ان انا منهارتش عشان ابقى قوية، ما حسيتش لان اي انسان بيحصل له زي ما قلت لكم ابتلاء بيحس بضعف. فانا ما حسيتش الضعف عشان احس القوة، ما حسيتش ده، ما حسيتش، مش عارفه اوصف لكم، بس في نقطه كده انا ما حسيتهاش. عديت بسرعه بسرعه، كله بيشقلب، عدي 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 عدي. فانا انا دلوقتي مش معاكم اصلا، انا عايزه انهار عشان ابقى كويسه. عايزه احس ان انا عايزه ابعد، يعني كان جايلي احساس اللي هو خلاص بقى سيبوني، طيب عايزه افكر، يعني عايزه افكر، وعايزه اخد قرارات، وعايزه اهدى، وعايزه اعيش التجربه عشان ابقى قويه. وده الطبيعي كأي انسان، اي انسان طبيعي بتبقى حياته اب وداون، اب وداون، حصل له مشكله فبيبقى داون، وبعدين ربنا بيمنحه القوه فبيبقى اب. انا حسيت دي، انا اب. فاللي هو انا عايزه احس انا حاسه ايه، انا فيا لخبطه، فيا لخبطه، مش فاهمه. فانا عايزه افكر شويه، عايزه اخد هدنه، عايزه ارتاح، عايزه افكر، عايزه مش عارفه. ففي اللحظه دي الاحسن ان انتوا تسيبوا الشخص ده فتره يفكر ويستعيد قوته هو، يعني ادوله وقته في المشاعر تاخد حقها. ودي النقطة المهمة، يعني لازم كل مشاعر تاخد حقها. الشخص يعني دايما قوي قوي قوي، ما فيش حد طبيعي كده، ما فيش حد طبيعي كده. الشخص اللي يبين القوة دي دايما، وان هو جامد دايما ولازم تبقي كده، ده بيبقى شخص قلبه جامد، بيبقى ما عندوش مشاعر، او لاغي حتة المشاعر من دماغه، ما بيبقاش شخص طبيعي. لكن الشخص الطبيعي لا،
بيعيش الحالة وبيعيش مشاعره الطبيعية، حس ان هو في الوقت ده محتاج دعم، هيحس محتاج ان هو ضعيف فمحتاج يقعد مع نفسه، هيعيش الحالة. محتاج ان هو يبقى قوي، هيبقى قوي طبيعي، اصلي ما هي الحياة كده خلاص. فانا ما عشتش بقى الحتة دي. فاللحظة انا جيت من عند دكتور الجراحة بعد الكلام عن ان في جزء هيتشال وبتاع وبيتكلموا عادي كده، كلهم بيتكلموا عادي، اللي هو يا جماعة انا الجزء ده هيتشال مني يعني يعني ايه عادي؟ يعني ايه؟ للحظة دي حسيت ان انا محتاجة انهار. بس انا فاكره بالظبط اللي حصل يومها. كان ساعتها اختي جاتلي من اسوان فجاه، اول طبعا ما عرفت جاتلي على طول. واهلي كلهم كانوا حواليا، كلهم اخواتي كلهم، كله مفيش حد ما كانش جنبي من اللي انا بحبهم يعني، الحمد لله من اهلي كانوا جنبي كلهم. فانا دخلت حسيت للحظات ان انا يعني يسامحوني بقى الفتره دي، اكيد هم طبعا حسوا بيا في الوقت ده. انا دخلت حسيت ان انا عايزه اصرخ وابعدوا عني، انا عايزه افصل، عايزه اشد الفيشه، عايزه اعيش الحاله لوحدي. فكنت منهاره وعياط مش طبيعي، انهيار تام. ودي كانت الانهيارة التانية، بس بقى كانت ضخمة شوية لان خلاص عرفت بقى الحاجات اللي هتحصل فيا. فكنت منهارة انهيار مش طبيعي، مش طبيعي. واللي وصلني لكده ان انا ما عشتش كل خطوة صح، ودي كارثة. المفروض ان انا كنت اعيش كل خطوة صح. انا حسيت المفروض بقى يعني كان الترتيب يمشي كده. حصل لي حاجة فانا انهار، اقعد شوية اركز ان انا عندي مشكلة فانهار، وبعد كده ابقى قوية. لكن ما بقاش قوية قوية قوية, قوية. وانا مش فاهمة حاجة وحاسة كل اللي حواليا انت قوية انت قوية، فاهمين؟ فانهارت بقى. ودي كانت الانهيارة الاخيرة، كانت كبيرة شوية، كانت الاخيرة. انهارت انهيار تام وطلعت كل حاجة كل حاجة. وبعدها خلاص حسيت انه خلاص ارضي، اقتنعي، صدقي التعب اللي فيكي، عيش الحالة بقى خلاص، وقومي بقى شوفي هتعملي ايه في حياتك، فاهمين؟ بس ومشيت بقى في العلاج بقى والحمد لله. وكانت من النقطة دي نقطة التحول ما بين الغضب والصدمة وما بين الرضا، ان انا خلاص راضية بنصيبي. ومن هنا ربنا ابتدى يريحني، ابتديت احس الراحة، مش عدم الفهم بقى والصدمة والغضب والكلام اللي انا كنت حاساه وساكتة. لا، كنت حاسة بقى الرضا. ابتديت احس ان انا احسن الحمد لله، ان شاء الله ربنا هيعافيني. ادخلي بقى التجربة وصفي النية وتوكلي على ربنا، وايا كان اللي ربنا كاتبهولك هو خلاص، انتي ربنا كتبلك كده. فانتي هتنهاري مش هتنهاري، هتاخدي صدمة مش هتاخدي صدمة، هتبقي قوية هتبقي ضعيفة، هي طريق هتمشيه. فانتي الطريق ده يا تمشيه وانتي راضية، يا هتمشيه برضو وانتي مش راضية، فكده كده هتمشيه. فانا قررت ان انا امشيه وانا راضية. ولما انا ايقنت بالحتة دي ابتدى بقى رحمة ربنا تنزل عليا.
ابتديت احس بالالم، وابتديت طبعا ادخل بقى في وجع الكيماوي بقى. الاولاني وجع الكيماوي كنت باخد نوعين في الاول. آم، والنوعين دول كانوا صعبين جدا، وهما دول اللي كنت تعبانه فيهم. ما كنتش بقدر اقوم حرفيا من السرير نهائي بقى. كنتش بقوم اصلا. دوخه طول الوقت، الم طول الوقت، ترجيع طول الوقت، الم في الجسم، اعراض بقى الكيماوي بقى. ما كنتش بقى بقوم بقى. كل حاجتي مامتي كانت بتاكلني، ما كنتش بعمل حاجه لنفسي اصلا. يعني مامتي ربنا يديها الصحه هي اللي شالتني في كل حاجه. بس وخلصت الجزء الاولاني وبقيت ماشيه في العلاج تمام، وبتابع تمام، وكل فتره اشوف الكانسر وصل لايه، والحمد لله ربنا رضاني، ولقيت ان الكانسر بقى استجاب للعلاج بعد فتره، وربنا كرمني ودخلت في المرحله التانية من الكيماوي، وربنا كرمني الحمد لله. ابتديت احس بقى رحمه ربنا عليا. وعايزه اوضح لكم نقطه. مش معنى ان انت راضي معناها ان انت ما تتألمش، او معناها ان انت ما تقولش ايه اللي وجعك، او معناها ما تقولش ان ما تنهارش مثلا. لا، انت يعني في فرق ما بينهم. انت كده كده راضي. رضا يعني ما بقتش حاسس بضغينة من او غضب. ده ان انت تبقى راضي بقضاء ربنا خلاص. لكن طبعا الحاجات التانية دي لازم هتحسها، تبقى انا ادم، فلازم هحس الحاجات دي. فاهمين؟ بس قررت بقى ان انا ما نزلش حاجة. طبعا انا نزلت شغلي بعد ما خدت جلسة من الكيماوي، وكانت هي دي اكبر كارثة. نزلت شغلي مرة وعليها قعدت بقى، دخلت بقى في التعب بقى الشديد بقى. المناعة طبعا وقعت بسبب ان انا نزلت الشغل. المناعة وقعت زي ما قلت لكم، كانت 3/10، واتحجزت في المستشفى، ودخلت في التعب الشديد قوي. زي ما قلت لكم قبل كده، انا كانت دراعاتي كلها ورمه، وكلها بقع ازرق. حرفيا كانوا بيحطوا لي يعني انا كنت باخد مثلا 3 مرات محاليل الصبح والظهر، الصبح والعصر وبالليل. حرفيا في كل مره كنت اخد فيها محلول. انتوا بقى عدوا بقى، يعني مثلا انا هاخد الصبح حرفيا 7-8 كانولا عشان يلاقوا اماكن يحطوا لي فيها. 7-8. اجي على الظهر نفس الكلام، 7-8. اجي على بالليل نفس الكلام، ويدوروا على افضل حد في الممرضين، ويدوروا على كذا. مثلا 20 كانولا او اكتر كمان، او 25 كانولا متعلقالي. يعني مش يعني هقول لكم ايه، انا كنت مثلا بيعلقوا لي واحد يلاقوا حته قد كده بقت ورمه، طبعا اتسرب تحت الجلد، وانا سخنه مش حاسه، كمادات محطوطه لي طول الوقت. آم آم فتلاقي بقى الاورده بايظه خالص، فيغيروها يحطوها في فريق تاني، وهكذا لحد ما دراعاتي كلها باظت. وقرروا ان لازم اركب جهاز، اعمل عملية واركب جهاز علشان اخد منه العلاج. وعملت العملية بعدها الحمد لله يعني، وركبت الجهاز اللي اخد منه الكيماوي بعد كده. خلاصة الموضوع في الفيديو ده ان زي ما قلت لكم، انا الخوف من السرطان احنا حاطينه في ليفل كبير، حاطينه في ليفل كبير قوي.
الليفل ده لازم يتشال من الكبر بتاعه اللي احنا حاطينه فيه. ودي النصيحة اللي انا عايزة اقولها لكم بقى في اخر الفيديو دلوقتي. لازم نشيل الكانسر ده من الليفل الوحش اللي احنا حاطينه فيه، ونحط ربنا اكبر من اي شيء. بس ربنا الملك، فهو الكبير واي حاجة تانية صغيرة. لما الانسان يتأكد من ده، ان اللي كاتبهوله ربنا هي اللي هتحصل، وقوة الحاجة اللي بتجيلك مش هتبقى اقوى من ربنا، وربنا اللي رايد لك وهو اللي متأكد ان ده الصح ليك. انا ما كنتش متأكدة من النقطة دي، دلوقتي انا متأكدة ان دي الصح ليا. يعني انا لو اتعاد بيا الايام هتمر بكل اللي انتي مريتي بيه. حد سألني مثلا يعني هتمر بكل اللي انتي مريتي بيه ده وهتعيدي نفس التجربة دي؟ ده انتي كنتي بتموتي، هتعيدي نفس التجربة دي ازاي؟ هعيدها عشان ربنا شايف ان دي صح ليا، هتحملها وهعيدها. بس طبعا هعيدها مش بنفس الاخطاء اللي وقعت فيها، ولكن هعيد التجربة نفسها، لان ربنا شايف لي ان ده الصح، وان هو ده اللي لازم يحصل لك في الفترة دي علشان تبقي احسن. انا في حاجات لسه حكمة ربنا انا معرفهاش، بس انا ابتديت اشوف ليها بوادر، وهي ان انا بقيت احسن وقربت منه زي ما قلت لكم. فاكيد ده خير ليا ان انا كنت امشي بكل ده. ولسه الفضل اللي جاي احسن، انا متأكدة، والله متأكدة ان حياتي اللي جاية ان شاء الله هتبقى افضل. والى ربنا مش هيكتب لي دي، اي حاجة ربنا بيكتبها لاي حد هي دي الصح ليه. سواء كان مثلا في رزق مثلا معين، ربنا يا رب كرمني برزق، يا رب كرمني برزق، يا رب كرمني برزق، وربنا مش بيكرمك برزق. ليه ربنا مش كرمك بالرزق ده؟ او ليه ربنا مش عايز يديهولك؟ هو مش عايز يديهولك عشان هو مثلا يعني طبعا ربنا ده اجمل حاجة في الدنيا، بس مثلا هو مثلا عايز يضايقك مثلا؟ لا، عشان عارف ان هو لو اداك الرزق ده انت هتبقى شخص مش كويس، فمانع عنك حاجة معينة علشان عارف ان لو الرزق ده مثلا جالك هتبقى مبتلى في حاجة معينة، هتبقى شخص بدل ما انت بتحمد ربنا هتبقى شخص طاغي مثلا، هتبقى كذا، هتسيب مراتك مثلا، هتفتري على عيالك مثلا، فاهمين؟ فربنا مثلا بيشيل جزء علشان حكمة معينة مثلا. الحاجة التانية بقى وهي ان انتوا تعيشوا المشاعر كاملة. عيشوا المشاعر كاملة، ادوا لكل حاجة حقها. تعبتوا، عيشوا التعب ده، عيشوه عشان تقدروا تطلعوا منه وانتوا كويسين، مش تعبانين، مش حاسين ان انتوا مضغوطين، فاهمين؟ يعني ما تبقيش طالعه من تعبك مضغوطه، يعني تعبانه ومضغوطه ليه؟ انت بني ادم، فلازم تعيش التعب وبعد كده ربنا يكرمك وتفوق بقى منه. هنا بقى تبان القوه، ان انت تعيش التعب بس ما تدهوش اكبر من حجمه. يعني تبقاش شخص مبالغ، تبقى طول وانا تعبان، انا منهار، انا عندي، انا بتاع. ودي ناس شكاية بكرهها الصراحة، يعني اللي هو طول الوقت انا عندي وانا عندي وانا عندي وانا عندي وانا عندي، طول الوقت انت عندك انت عندك انت عندك. فاللي هو لا، مش ده اللي انا قصدي عليه. انا اللي قصدي عليه ان انت تعيش الحالة، انت تعيشها، مش تشتكي وتبقى شخص شكاي، بس انت تعيش الحالة بتاعتك، وبعد كده ربنا يكرمك وتقوم منها بسرعة عشان تقدر تتعافى. خلاص انت عشت الحالة، اتعافى بقى وخليك قوي. التعب ما ياخدش منك
او الانهيار ده ما ياخدش منك وقت كتير. خلاص، شوف بقى حياتك بقى واستمر بقى وقف بقى. نيجي بقى للناس البعدة اللي زي ما بقول لكم، انا مسميهم بعدة يعني. الناس دي ما تستاهلش تاخد من تفكيرك. شفتوا انا لما عملت لكم كده اديتهم الصباع ده اصغر صباع، والله لو في حاجه اصغر هما ياخدوا عقله كتير عليهم كمان، ما ياخدوش حاجه خالص. يعني فعلا الناس اللي ما توقفش جنبك هم اوعى في يوم تزعل. انا كنت زعلانه في الاول، وبعدين لا، لقيت ان ربنا بينورني. ده ربنا جميل، بيقولك ان الشخص ده نوتي وهيبعد، والشخص ده قليل الاصل، والشخص ده لا، ده ربنا يعني، ده حكمة ربنا. فانت هتزعل يعني؟ ربنا بيقولك ان الشخص ده وحش وهيعمل معاك كده، تروح انت زعلان ازاي؟ يعني انت هتحمد ربنا، ده الحمد لله، الحمد لله ان انت بنت. فاهمين؟ فلا يعني اوعى تزعل على حد. الناس الأصيلة اللي فعلا بتحبك هتبقى معاك وفي ظهرك مهما حصل، من الأول للآخر، من الأول للآخر. مش هتسيبك لحظة، مش هتسمح لنفسها انها تزعلك او تكون حاجة بسيطة في تفكيرك شغلة تفكيرك في الوقت ده، لان انت غالي عليهم. فلو انت غالي على حد، مش هيسمح لنفسه ان هو ولو لحظة ازعله او اخليه يشغل باله وهو يعني وانت تعبان مثلا. فلا، هيبقوا حابين ان هم لاخر وقت معاك، ونعدي نعدي نعدي نعدي، بعد ما تفوقي وتبقي كويسة نتكلم مثلا، بعد ما تبقي كويسة ونطمن نعديها. ده لو شخص بيحبك. لكن شخص هو قليل الاصل وشخص مش كويس وربنا عايز يبينه، هيوقف لك بقى على كل لحظة، هيوقف لك على اي سبب عشان يتكل على الله. هيزهق، تعبانة بقى، ولا هتموت، ولا هدور في داهية. خلاص بقى تعبتي كتير بقى، بقالك كتير قوي تعبانة، خلاص بقى زهقنا بقى يعني. فاهمين؟ زهقنا بقى، بقالك كتير قوي تعبانة. مثلا حد تاني انت كنتي حتة قمرة، فدلوقتي انتي طبعا ده كنت تعبانة جدا زي ما بقول لكم بقى، فكان شكلي مش انا، واحدة تانية، ولا لون ولا منظر ولا اي حاجة، كنت وحشة اوي. ف... فاللي زهق. فاهمين؟ واللي شايفك في احسن حالاتك جاي يشوفك في اوحش حالاتك، مش متقبل ده. ففي ناس ما تقبلتش ده، ما تقبلتش انها تكمل معاك التجربة وتعيد بقى حلاوتك وبتاع، بانوا يعني. فاهمين؟ هو ربنا بيبقى عايز يبين لك الناس. فحس بقى، حس باللي ربنا بيديهولك، وما تغمضش عينك. لان انا عدى عليا وقت كنت بغمض عيني عشان اعدي مع الناس. تغمضي عينك ليه؟ ما غمضيش، بالعكس فتحي قوي وشوفي ان ربنا بيقولك ان الشخص ده كده، او الست دي في حياتك كده، او البني ادم ده كده. فليه؟ فتحي قوي وشوفي، شوفي حقيقة البشر. شوفي مين اللي في ظهرك قوي وفضل ملازمك قوي وعايزك كويسة قوي، ومستعد يشوفك ضعيفة ومنهارة
و... وتعبانة ويسندك ويقويكي ويبقى جنبك لحد ما تستعيدي كل حاجة، زي ما ترجعي بس ترجعي، عايزينك ترجعي. فاهميني؟ فده ربنا، نعمة ربنا. فاوعوا تزعلوا على حد، اوعوا تقولوا ده فلان وتفضلوا مقهورين، مثلا وقعتوا في اي تجربة تفضلوا مقهورين طول التجربة عشان فلان او عشان صاحبتك مش عارفة ايه. لا، عيشوا التجربة لنفسكم، لان مفيش حد فيها غيركم. يعني كل واحد في تجربته بقى، كل واحد ربنا بيحطه في حاجة، فانت عيشي التجربة، عيشيها انتي بقى علشانك، عشان تبقي كويسة، وعشان تاخدي منها حكمة ربنا، عشان تطلعي منها كويسة. ده اللي تستفاديه. كرم ربنا، ناس واهل كويسين وسبورتيف معاكي من اول لحظة لاخر لحظة، لا ملوا لا كلوا لا زهقوا لا تعبوا لا حسسوكي ان انتي تقيلة، ولا حسسوكي في يوم ان انتي يبقى اتقرفنا بقى وزهقنا بقى. بقول لكم ما كنتش بتحرك نهائي. فمن باب اولى في اهل كانوا ممكن يقعوا. الناس، تجربة من الناس البعد، الناس اللي خلاص بتحطي عليهم اكس وشكرا، واطلعوا بقى برا حياتي بس. والحمد لله كل حاجة ربنا بيجيبها حلوة، الحمد لله. وكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. انا مش عايزة اسيبكم بقيت بحبكم قوي، بقيتوا مسليين كده، يعني بتسلى معاكم. الحمد لله. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي ان شاء الله، بجد هتوحشوني. اشوفكم على خير ان شاء الله.